يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد ويوم جديد، فيديو كله تشجيع ونشاط وحماس من الدرجة الاولى. لو عملتي كده اسبوعيا بيتك دايما هيفضل نضيف. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا ونصلي على الرسول ونقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. في ساعة واحدة بس ممكن تنطفي البيت كله ويبقى زي الفل. تعالي نشوف كده مع بعض عملنا ايه النهاردة. اول حاجة بدأت بيها كده الأوضة، بدأت ان انا انفض الفرش اللي عليها واشيله، وبعد كده على طول هنفرش فرش نضيف وهنظبط كده الدنيا مع بعض. خلاص نفضت كده الأوضة زي ما شفتوا، وبعد كده على طول هجيب كده فرشة نضيفة وهبدأ ان انا افرش الكنب بتاعي، وكده ايه هظبط كده الدنيا. اول حاجة كده جبت كده فرش وهعدل كده الفرش زي ما انتم شايفين من كل ايه الزوايا كده، عشان كده يبقى شكله منسق كده وجميل. تمام زي ما انتم شايفين كده بدأت كده اظبط كده الفرش بتاعي. فاهمنا كده كله نشاط وتشجيع. فانت لو اول مرة تشوفيني انا سوسو ودي قناتي، واتمنى تشتركي عندي طبعا، ولو الفيديو عجبك متنسيش تعملي لايك وكومنت حلو زيك. تمام خلاص كده هنا خلصت، وبعد كده هحط المخدات بتاعة الكنبة كده. حطيته كده بشكل كده منسق يعني، وبعد كده هدخل على الكنبة التانية. طبعا الشتا بقى جت، فأهم حاجة طبعا تشمسي كده المكان وتفتحي كده الشبابيك والبلكونة، وكمان تحطي الفرش بتاع السرير على البلكونة، البطانية، اللحاف، فتحطيه كده يتشمس، يشم كده هوا والشمس تبقى حلوة جدا. لو انت عندك البلكونة بتدخل شمس فده جميل جدا جدا. خلاص فده كده اول حاجة عملتها في يومي، ان انا طلعت كل حاجة ايه بره كده في البلكونة، وبعد كده بدأت معاكم في الروتين ده. خلاص كده هنا خلصت زي ما انتم شايفين، وبعد كده اخر حاجة هحط كده المخدات قبل كده ايه ما اكنس الارض. طبعا لو الارض محتاج ان هي تتمسح هنمسحها. فانا السجاد طبعا لما بنفرشه بيحمي الارض ان هي تتوسخ بسرعة. فاخر حاجة كده ايه الارض كانت نظيفة وزي الفل، فمش محتاج ان ايه تتمسح. فهكنسها كده زي ما انتم شايفين، وبعد كده هوريكم شكل الاوضه هيبقى عامل ازاي. ما خدناش وقت خالص، ودينا خلصنا الاوضه ونظمناها، وكمان غيرنا الفرش بتاعها وخليناها زي الفل. فيلا بقى قومي وتشجعي معايا وخلصي كل اللي وراكي علشان تستقبلي كده ايه يوم الاجازه بتاعك بكل روقان، والدنيا تبقى زي الفل معاكي. خلاص كده هنا خلصت، تعالى اوريكم بقى المكان بقى عامل ازاي. ايه رأيكم؟ الدنيا زي الفل. وكمان حطيت السجادة في البلكونة علشان الجو بيبقى ساقع، فحطيتها كده في البلكونة. تمام دخلت كده هنا على الصالة على طول علشان برضو كده ايه هنفرشها مع بعض. جبت كده اول حاجة عملتها ان انا هنفض كده المخدات، وهشيل كده ايه اي تراب كده على الكنبة دي علشان هنفرشها دلوقتي مع بعض.
زي ما انتوا شايفين كده نفضت كده تنفيضة سريعة. وبعد كده هجيب كده الفرش بتاعي وهبدأ ان انا افرشها كده. تمام، هظبط كده الفرش بتاعي زي ما شايفين، وهظبط كده الفرش. بعد كده على طول هحط كده المخدات. تمام، خلاص كده هنا خلصت. هجيب كده المخدات بتاعتي وهحطها. فيلا بقى قومي وتشجعي معايا، ولو وصلت لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتكتبي لي كومنت حلو زيك يشجعني. خلاص كده هنا خلصت. وبعد كده دخلت هنا على السرير، هبدأ ان انا انفضه زي ما انتوا شايفين كده. علشان دلوقتي هنفرشه مع بعض وهنشوف احنا ورانا كمان. تمام، هنفض كده كويس السرير. وبعد كده هجيب كده فرش نظيف وهبدأ ان انا افرش بيه السرير. جبت كده هنا الملاية بتاعتي وهبدأ ان انا افرشها. هفرش كده السرير وبعد كده هوريكم شكله هيبقى عامل ازاي. تمام، هنا فرشت السرير زي ما انتم شايفين. وكمان هحط كده هنا الدفاية عشان تدفي كده السرير بتاعنا. فابدأ كده ان انا افرش كده الدفاية بشكل كده منظم. وكمان هحط اخر حاجة المخدة. وبعد كده على طول هبدأ ان انا اكنس كده الارض علشان يبقى كده خلصت كده الصالة وبقيت زي الفل، ما خدتش معايا وقت خالص والدنيا بقيت تمام. فيلا بقى، اتشجعتي ولا لسه؟ فيلا كده لو مكسلة قومي وتشجعي معايا وخلصي كل اللي وراكي. بصوا ايه رأيكم بعد ما خلصت كده السرير والكنبة وكنست الارض وخليت الصالة زي الفل؟ تمام، يلا بينا بقى ندخل على المطبخ. عندي مواعين كتير في الحوض، فقلت كده البس المريالة بتاعتي ويلا بينا نتشجع مع بعض ونغسل كده المواعين مع بعض كده ونظبط الدنيا ونشوف احنا كمان ورانا تمام. فاول حاجه كده غسلتها الكوبايات، ومتعودين طبعا كده بنغسل بنظام علشان الدنيا تبقى معانا رايقه. ولو كمان في حلل او طبقه عندك اي حاجه محتاجه ان هي تتلين او كده، حطيها كده في ميه علشان لما تبدأي ان انت تغسلي تبقى باشت كده معاكي وبقت زي الفل، وتبدأي كده تغسليها على طول. خلاص كده غسلت الكوبايات زي ما انتم شايفين، وهبدأ ان انا اشطفهم وبعد كده هرجعهم مكانهم على طول. خلاص كده هشطفهم كده كلهم، وبعد كده على طول هبدأ كده ان انا اغسل الطبقة بتاعتي، وهغسل كده كل حاجة كده محتاجة ان هي تتغسل. عايزاكم كده يا بنات تشيروا كده القناة في كل حتة علشان تكبر بيكم بإذن الله، وعلشان تشجعكم واتشجع بيكم. ومتنسويش بقى في كومنتاتكم الحلوة ولايكاتكم. فعايزة كل حد بيشوف الفيديو ده يعمل لايك وكمان يكتب لي كومنت حلو ويقولي لي انتي بقى بتتابعيني منين. ولو انتي مشتركة جديدة فقوليلي كده في الكومنتات علشان ادخل ارحب بيكي. واهلا وسهلا بكل اخت وحبيبة وصديقة بتكتب لي كلام حلو. شكرا ليكم حبايبي.
شرفتوني ونورتوني. خلاص كده زي ما انتم شايفين قربت اخلص بقى المواعين، وكانوا شوية حلوين كده، خلاص كده هنخلصهم مع بعض ونظبط الدنيا. وكمان هنعمل كده حاجة حلوة مع بعض دلوقتي بعد ما نخلص المواعين ونظبط الحوض ونخليه زي الفل، علشان الدنيا تبقى كده رايقة معانا. وزي ما قلت لكم ما خدناش وقت خالص، كده عملنا كذا حاجة في يومنا والدنيا بقت زي الفل معانا. نضفنا كده البيت وروقناه، وكمان غيرنا فرش البيت، فخلينا كده الدنيا زي الفل. وادي كده اخر حاجة هعملها معاكم المطبخ، علشان بعد كده هنعمل حاجة حلوة مع بعض. حلو كده سهل وسريع وكمان بيدفي في الشتاء وطعمه خرافة جدا جدا. وكده بكل بساطة هتقومي تعمليه دلوقتي حالا، ومش هياخد معاكي وقت خالص، مفيش 10 دقايق تكوني خلصتيه. وكمان تاكليه كده بالهنا والشفا سخن، حاجة ولا اروع. خلاص هنخلص كده المواعين مع بعض، وخلصت كده غسلتهم كلهم، وبعد كده هشطف واسيبهم يتصفوا على جنب، وبعد كده احطهم في المكان بتاعهم. خلاص خلصنا دينا كده المواعين اللي كان كتير. فاخر حاجة كده هشطفها، وبعد كده هغسل الكام معلقة دول. زي ما شفتوا المنظر كان عامل ازاي في الاول، مش حلوة خالص. اغسل اخر حاجة كده السلطانية دي، وبعد كده هشطفهم كده. وعلى طول بعد كده هدخل على البوتاجاز علشان اغسله. بصوا مبهدل شوية، فهنغسله كده غسلة محترمة مع بعض دلوقتي، وهنظبطه كده ونخليه زي الفل. فهو البوتاجاز كده العيون وكل ده نضيف وزي الفل، بس هي طرطشة الزيت، الاكل، الطبيخ، الحاجات دي كلها بتعمل برضو دهون. فخلي دايما ايدك في البوتاجاز بتاعك علشان يبقى نظيف ومفيهوش دهون كتير. تمام خلاص هنا غسلت البوتاجاز، وهبدأ كده اشيل كل الصابون. طبعا همسح كده كذا مرة. وبعد كده هنا شلت بقى الصابون زي ما انتوا شفتوا. فبعد كده هلمع كده البوتاجاز تلميعة كده سريعة من اي صابون. بصوا ايه رأيكم بقى في البوتاجاز بقى بيلمع. وبعد كده على طول هدخل على اخر حاجة واللي هي الحوض. هبدأ كده ان انا اغسله. تمام هغسله كده غسلة كويسة. وكمان زي ما اتعودنا بنغسل الحوض والحنفية وكل الحاجات دي علشان تبقى نظيفة. تمام هبدأ كده اشطف الحوض وهخليه كده زي الفل. وبعد كده هوريكم شكل المطبخ هيبقى عامل ازاي بعد كده ما خلصنا المواعين. بصوا ايه رأيكم؟ الرخامة نظيفة، البوتاجاز نظيف، وكمان الحوض بيلمع وزي الفل.
يلا بقى بينا نعمل الحلو. هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل رز بلبن خطير. عندي هنا ميه حطيتها على النار، سبتها ان هي تسخن كده كويس، وبعد كده هضيف عليها الرز وهسيبه لحد ما يستوي. تمام، مش بضيف اي حاجه خالص في الميه، زي ما هي كده ايه صافيه وبس. المهم تكون الميه ايه سخنه بتغلي. وبعد كده بتضيفي كده هنا الرز وبتسيبيه على النار لحد ما يستوي معاكي. تمام. بصوا هنا كان الرز استوى، وبعد كده هجيب اللبن. عندي هنا نص كيلو لبن. هبدأ كده ان انا اضيفه على الرز بتاعي. تمام، ضفت هنا اللبن وهسيبه كده يغلي غلوة كده بسيطة، وبعد كده هضيف عليه السكر. تمام. بصوا ما خدش معانا وقت خالص اهو. هسيبه كده ايه يغلي غلوة واحدة بس، وهوريكم برضو شكله هيبقى عامل ازاي. بصوا هنا بدأ ان هو ايه يبقبق كده معايا ويغلي غلوة بسيطة. هبدأ كده اضيف السكر، وطبعا السكر حسب الرغبة براحتك، زي ما بتحبي هتضيفي سكر زي ما انتي عايزة. تمام. هنا ضفت انا سكر، وبعد كده ايه شفتوا فايه كان محتاج سكر كمان، فحطيت انا ايه مع نفسي. خلاص كده خلصنا الرز بلبن، خلصنا. يلا بقى بينا نغرف وهتاكليه رز بلبن طعمه خطير جدا جدا، وكمان ما خدش معانا وقت، وعملنا احلى تحلية في الشتا كده تدفينا. خلاص كده هبدأ ان انا اغرف بالهنا والشفا. بصوا ايه رأيكم؟ رز بلبن كريمي وعسل، من غير نشا ومن غير اي حاجة، من غير افتكاسة خالص، تحفة طعمه خطير. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص. يا رب يكون عجبكم واستمتعتوا بيه وتشجعتوا. متنسونيش في اللايك وفي الاشتراك. مع الف سلامة.